السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله. هنا عندي كمية من البصل، عليها رشة ملح ورشة فلفل، وهقلبها كده زي ما انتم شايفين لحد ما تدبل وتوصل للدرجة دي. انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها تدبل بس. وهنا دي الصلصة اللي كنا دي صلصة كنت مسبكاها زي في التسبيكة اللي سبكناها قبل كده في كذا فيديو، ان انا بحط الطماطم صحيحة على النار معاها توابل وضربها بالهاند بلندر. اول ما الطماطم تدبل زي ما انتم شايفين بضربها بالهاند بلندر، وبعد كده بحط عليها البصل كده اول ما يتحمر. التوابل اللي بحطها توابل محشي وملح وسنة شطة وفلفل اسود ومكعبين مرق. هقلب التوابل دي كده لحد ما تتبقى، لحد ما تتخلط كلها مع الصلصة. بصوا الصلصة زي ما انتم شايفين حمرة جدا. انا طريقة الطماطم ديت بعتمدها على طول في اي حاجة، اللي هو انا بحط الطماطم مع كوباية مية وخلاص كده. اول ما تتعمل بروح ضربها في الخلاط او بالهاند بلندر. هنا دي الكرنباية، هوريكم بنعملها ازاي. بفضل افرغ الكرنباية كده زي ما انتم شايفين، من الراس بتاعتها من فوق لحد تحت. بتخرجي الراس بس، بتحوطيها كده لحد ما الراس بتطلع زي ما انتم شايفين كده. وبتحاولي تفككي الورق واحدة واحدة. هي الكرنباية ديت الراجل ضحك علينا فيها يعني الصراحة. الورق بتاعها مهري خالص، فانا بحاول افكه اصلا عشان من غير ما يتقطع مني. بصوا الراس زي ما انتم شايفين مفككاها خالص. بصوا الورق عامل ازاي فيها. هي كانت حلوة ومسكرة وكل حاجة، بس الورق بتاعها كان مهري خالص. هنا بحاول افكك فيها كده زي ما انتم شايفين. حاولوا وانتوا بتفككوها تفكوا الورق بالدور، يعني هو بيبقى باين. هنا كده بعد ما فكيت الورق، فكيت الكام ورقة دول، لما لقيت الباقي هيتقطع بقى وانا بفكه، رحت سايبه الكرنبايه زي ما هي كده. بوريكم ان هو القلب متفرغ كده زي ما انتم شايفين. هحطها في الميه على القلب بتاعها دوت، وابتدي ان انا افك الورق ورقه ورقه بعد ما تغلي والورق العروق تهدى. هنا دي حله ميه حطها على النار، عليها رشه كمون ورشه ملح. مش رشه ملح، الملح اللي هو يملح الورق معاكي. يعني معلقه كبيره ملح. بحط الورق كده زي ما انتم شايفين. هو اول ما بينزل في الماء السخنة العروق بتبتدي ان هي تدبل لوحدها. هو بالظبط بيقعد دقيقة. زي ما انتم شايفين كده، بصوا بدأت تدبل اهي. اول ما هتدبل كده زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا بقى ارفعها من على النار. هصفيها من المية كويس كده، وهحطها على طبق جنبي لحد ما اخلص كمية، وبعد كده هحطهم في الحوض كده زي ما انتم شايفين. ده بعد ما سلقت الكرنبايه كلها بقى وحطيتها في الحوض. بمسك ورقة ورقة زي ما انتم شايفين. ببتدي ان انا اشيل العرق الناشف بس منها.
يعني بشوف نهاية العرق الناشف فين دوت، واروح شايلاه وببرمها كده. وبتقطعي بقى على حسب حجم الورقة اللي انت عايزاها. يعني انا الورقة ديت عشان كانت صغيرة فقسمتها على 2. هعمل معاكم واحدة كمان. الورق اللي هو كان لسه سخن بسيبه برضو تحت الحنفية شوية. بشيل العروق كده زي ما انتوا شايفين، وببرمها برضو، وبروح قسمها على 2. ده كده سايباه يتصفى. اول ما اتصفى حطيت صينية كده. حطيت صينية وهبتدي ان انا واحدة واحدة من اللي احنا تنيناهم دول هتقطعيها على حجم اللفة اللي انت عايزاها. يعني بصوا بقطعها على حسب حجم يعني مربعات على حسب حجم اللفة. بصوا زي ما انتوا شايفين بيبقى بكل سهولة بعد كده تقطيع المربعات اللي هتحشي بيها دي على طول. لو وصلتوا لحد المقطع ده ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. هنا كده دي الصلصة اول ما اتسبكت هبتدي ان انا بقى احط عليها الرز. الخطوة دي بتبقى حلوة جدا، ان الرز لو فيه مية او اي حاجة الصلصة بتتشربه خالص، وفي نفس الوقت بتخلي الخلطة لونها احمر جدا، ان الصلصة نفسها بتمسك على الرز. زي ما انتم شايفين كده بفضي كمية الرز دي كلها. هروح اصفي المية واجي اكمل باقي كمية الرز. يعني بعد ما حطيت الرز كله هحط بقى الخضرة لقيت الكمية كبيرة فحطيت نصها بس ما حطيتهاش كلها. هقلبها كده الاول بقى وبعد كده احط الزيت. هنا كده بعد ما قلبناها ماما كملت مكاني. بنحط هنا الزيت. هنا بقى جبت طاسة حطيت فيها شوية زيت وهحمر الجوانح بتاعة الفراخ. ده كده بعد ما حمرتها ومقطعه من تحت قرن فلفل حراق. هنبتدي بقى ان احنا هنحشي الكرنب زي ما انتوا شايفين كده ماما بتلفه ازاي. هنا الحلة اللي في الجنب ديت فيها العروق بتاعة الكرنب. بصوا بتحط الحشو على اول الورقة وبتلفها، بتحكم لفتها بعد كده. دي العروق اللي قلتلكوا عليها حطينا في الحلة من تحت. ده محشي البتنجان والفلفل بعد ما حشيناهم ورصيناهم في الحلة كده. وده طاجن الكرنب اللي عملناه غير الحلة طبعا. ده الشوربة بتاعت الكرنب. بصوا بتحطوا الشوربة لحد ما تبقى ظاهرة معاكم عند اخر صباع، ما بتزودوش عن كده.
يعني انا حطيت اربع مغارف شوربة. هغطيه بقى وهدخله الفرن لحد ما يستوي. هو قعد معايا في الفرن ساعتين. وهنا محشي البتنجان حطيت مكعب مرقة من فوق، وهحط الشوربة برضو بتحطيها لحد ما بتظهر معاكي، لحد يعني بتحطي بتاع كوباية شوربة، اقل من كوباية بشوية، لحد ما بتلاقي الشوربة ظهرت معاكي من تحت خالص. هوريكم دلوقتي برضو لحد فين. يعني بصي، اول ما الشوربة تلاقيها ظهرت معاكي كده خلاص، ما تحطيش تاني. بص، انا كده بالنسبة لي كمية الشوربة دي كفاية. اول ما غلى زي ما انتم شايفين كده ههدي النار عليه. هنغرف بقى المحشي واوريهولكم. ده كده شكله بعد ما اتغرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.